راجل حشاش قاعد في غيط بانجو في غابه استوائيه، واحدى القنوات الوثائقيه بتسجل على الغابه وبتاع، فلو قاعد فقالوا احنا معانا صياد ماهر قاعد في وسط الغابه وبتاع، وهو راجل حشاش يعني، وقاعد في غيط البانجو وقاعد ينام يصحى يلف ودي حياته. فراحوا سجلوا قالوا معانا الصياد الماهر، قام لهم ليلتكم بتضحك. قالوا له حضرتك انت يعني بتصطاد ازاي وانت حضرتك بتصطاد ايه؟ قال لهم بصطاد انا بصطاد ارانب. قالوا له ارانب؟ قالوا له حضرتك بتصطاد ارانب ازاي وانت معكش سلاح؟ قال لهم ها؟ قالوا له معكش سلاح بتصطاد ازاي ارانب؟ قال لهم انا يعني بعمل صوت جزره. حشاش بيسأل واحد حشاش بيقول له ازاي شريط الكاسيت، بيقول له ازاي شريط الكاسيت ينزل لبن. يعني قال له بسيطه، قال له بسيطه جدا، انا افك البكرتين واحلبهم. واحد محدث نعمه لابس بنطلون بكسر، بنطلون قماش بكسر على كوتش باتا على سويتر بتاع. المهم دخل البنك فقابل موظفه قال لها انت يا بت، قالت له نعم، قالت له انت يا بت ضربه شعرك اكسجين تعالي. قالت له عايز ايه؟ قال لها انا عايز افتح حساب هنا جزمه. قالت له جزمه ايه؟ انت حضرتك حيوان وقليل الادب وانت ما ايه اللي انت بتقوله ده وبتاع. قال لها بقول لك يا جزمه عايز افتح حساب. فالمدير سمع المدير طلع قال له في ايه؟ في ايه؟ قالت له حضرتك عمال يقول لي ضربه شعرك اكسجين ويقول كلام بيئه، هو بص لابس كوتش بيئه جدا وبتاع. قال له انت عايز ايه يا حضرتك؟ قال له انا عايز افتح حساب في البنك. فبص على منظره لا معفن جدا. قال له ما فيش حسابات في البنك عندنا. قال له يا حيوان انا عايز احط مليار جنيه في البنك. قال له دي ما شفتكش تشرب ايه؟ واحد صعيدي راكب اتوبيس، فالكمساري قال له عايز التذكره. قال له تذكرتك. قال له مالها؟ قال له لا تذكرتك فين؟ قال له ايه تذكرتك؟ قال له في دفعت تذكره؟ قال له ما قطعتش. قال له طب هات فلوس وخد تذكره. قال له بس انا ما معيش فلوس انا. قال له معكش فلوس ازاي؟ قال له معيش فلوس. راح ضربه على قفاه. قال له يعني انت كده خلاص ما؟ قال له ضربتك على قفاك خلاص كمل. قال له طب ممكن قفا تاني؟ راح ضربه على قفاه تاني. قال له يا حسنين ما تدفعش انا دفعت لك الاجره. بمناسبة الحياة اوكي قول. لا والله العظيم لا انا اللي قايل. واحد حشاش واحد حشاش دخل على راجل بيبيع ارنب. فقال له ابو الكباتن بكام القرد؟ قال له ايه؟ قال له بكام القرد؟ قال له ده ارنب. قال له لا انا بسال الارنب حضرتك. واحد بيحب الاكل جدا كاتب لمراته في المطبخ ورقه لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. شالتها من المطبخ حطيتها فوق السرير. شيخ في صلاة الجمعة بيتكلم الناس وبتاع، قال لهم يا جماعة ايه؟ شيخ في صلاة الجمعة بيقول لهم يا جماعة مين اللي مراته مزعلاه؟ الجامع كله قام واقف ما عدا واحد قاعد في أول صف. قال له انت مراتك بسطاك؟ قال له لا ده كسران رجلي فما مش عارف. انا اسف يا جماعه. فمعدي في مره قدام مسرح لقيت صوره استاذ سعيد صالح والناس بتقطع تذاكر، المسرحيه اوريدي شغاله مكتوب المخرج حسام الدين صلاح. فدخلت الراجل بتاع الامن قلت له زي حضرتك، انا قلت له حضرتك ممثل وبسعى واحنا شبه بعض، انا يعني بسيط فحضرتك ساعدني ان انا ادخل اقابل المخرج. راح هرش في كرش وكده قال لي ممنوع. قلت له ممنوع ليه؟ قال لي ممنوع عايز تدخل تقطع تذكره وتتفرج وتروح، انما ممنوع تقابل الناس دي اصلا. فعديت الرصيف وقفت ورا كابينه التليفون وجالي يعني اصرار غير عادي ان انا هدخل المسرح. انا كل اللي طالبه من ربنا الراجل ده يبص في ساعته بس. او ربطت الجزمه كويس جدا وحطيت الجورنال في الحزام وجاهز وقعدت بتخيل افتكر افلام ميشن امبوسيبل. ايوه قبل ما نقطه العرق تنزل ازاي نلحقها. الجو ده ومهمه صعبه بقى. فكان راجل بيتكلم واحد رحت داخل من وراه المسرح، دخلت بثقه جدا ان كاني صاحب المسرح، ودخلت لحد اوضه اللبس لقيت استاذ سعيد صالح قاعد
حتى ما سلمتش عليه، قلت له حضرتك انا بمثل بقالي سنتين ومحدش مديني فرصه، وكل ما ادخل المخرج يقول لي سيب صورتك، وانا حضرتك لا شعر اصفر ولا عينيا خضراء عشان لما اسيب صورتي امثل. قال انت عايز ايه بروح؟ انت مين انت؟ انت عايز ايه؟ قلت له حضرتك انا ممثل بس وعايز امثل يعني. قال لي تمثل يعني؟ قلت له حضرتك انا ما بحبش ان انت تقول لي سيب صورتك، قول لي مثل، فانا امثل قدام حضرتك. قلت له ممكن اروح حضرتك اي شخصيه في الشارع المصري، ممكن اروح حضرتك شخصيه سواق ميكروباص قابلته في ميدان الجيزه، رحت منورين على مناقصه، يلا دوق امبابه، فحضرتك في بنت حلوه جاله من الناحيه دي، قال لها دوق امبابه، قالت له رايحه القلعه، قال لها ما دوق امبابه. قالت له لا انا رايحه القلعه، قال لها طب بقول لك ايه، ما تركبي في الكرسي اللي قداماني جنبي، يلا قلعه. وغير المواصله، فهو ضحك جدا فاهتم بقى، قال لها يا بنت هاتي لي سجاره، او عندك ايه تاني؟ قلت له ممكن اعرف حضرتك شخصيه واد قابلته في محطه مصر، كان جاي من الصعيد عايز يقدم في نادي الاهلي، وحضرتك كان لابس جلابيه بيضاء طالعه من بق الكلب مكسره واللياقه معوجه وشايل شنطه مربوطه بحبل اخضر، حبل غسيل اخضر، فحضرتك قابلته كان عمال يعدي شارع يسال ناس، فالكاركتر لفت نظري فرحت له يعني، قال لي خد يا بالكباتن، قلت له انا خد يا بنت تعال، قلت له بينهج وبيعرق وبتاع، قلت له عايز ايه؟ قال لي جامع الفتح منين؟ قلت له نعم، قال لي جامع الفتح منين؟ قلت له انت بتقول ايه؟ راح منزل الشنطه رقع في الارض، قال لي جامع الفتح، الله اكبر. هوري حضرتك نموذج تاني صعيدي برضه قابلته في حته الفلانيه، قال لي قلت له واد تنك جدا لابس بنطلون ورافعه لحد هنا ولابس كميه سلاسل غير، قلت له عارف حضرتك السلسله اللي بتتحط في الجيب اللي بتاع المفاتيح؟ قال لي قلت له في اتنين، واحده في جيبه وواحده لابسها في رقبته، وحضرتك نكليسات كتير قوي في ايده وبتاع، هو مهتم بالميداليات، وانا كنت جايب ميداليه كده في الموبايل بتقعد تنور مع الموبايل، كان الموبايل عدى 1100 بتاع فقلت له كانت بتنور، فالواد ده شاف الميداليه قال لي خد يا ابو الكباتن، حط ايده في جيبه اللي هو هنا، عارف انت، خد يا ابو الكباتن، قلت له نعم، قال لي خد ياد، اللي يقول لي حتى ابوك معاه هديه يعني جايب الميداليه دي بكام انت؟ قلت له نعم، قال جايب الميداليه دي بكام انت؟ قلت له جايبها ب 5 جنيه، قال لي واخد دنيا وبايعها؟ قلت له لا، قال لي واخد دنيا وبايعها؟ قلت له لا، قال لي طب يلا غوري في داهيه. ايه المواهب الجامده دي؟ عايز احكي موقف لولد صديقي، كان يعني اول ما دخلت الوسط ده اول واحد قابلته، ممثل شاطر جدا بس عنده عيب مش هذكر اسمه يعني عشان ما، عنده عيب خطير ان هو سمعه تقيل جدا، فده اللي معطله في السينما. ففي مره انا بعمل مسلسل في شركه صوت القاهره وممكن تيجي تتفرج، قلت له ده بجد يعني ادخل اشوف الممثلين واشوف الكاميرا وشغاله وبتاع، قال لي وبتاع، فرحت بعمل دور مشهدين يعني اللي هو بيسموه كومبارس متكلم، بس انا رايح مع ممثل يعني انا كنت ساعتها مبسوط جدا ان انا رايح مع الممثل ده. فدخلنا الشركه فراح قال له انا اسمي كذا كذا، بص في الورقه لقى اسمه في تصريح دخول، قال لي وانت؟ قلت له انا اسمي محمد رمضان، فبص ما لقاش اسمي، فالولد قال له ده اللبيس بتاعي عليا. المهم دخلت الشركه واتفرجت بقى اول مره اشوف تصوير مسلسل، والواد داخل وعمال بقى يقول لي ده المخرج طاير بيا وبتاع، وقف قدام الكاميرا فالمخرج قال 3 2 1 اكشن، فالواد واقف اكشن، قال له بتقول حاجه يا استاذ؟ قال له اكشن، قال له يعني امثل ايه؟ فالمهم فانا رحت رايح له قلت له يا استاذ انا هو اسف هو بس سمعه تقيل فمعلش حضرتك. قال له خلاص يا حبيبي انا هشاور لك فتشتغل حبيبي اكشن. قال له يا استاذ، قال له اكشن، قال له حضرتك يعني شاور لي، راح عامل له كده فبدا يمثله. فبدات عرفت لما كانت صوت القاهره، رحت اول مقابله في حياتي، هي عندنا عقده موضوع الصوره ان انا لازم تسيب صورتك، وكل الشباب اكيد عارفين المشكله الزباله دي، لازم تسيب للمخرج او للريجيسير او للمنتج صورته. فانا قلت ما على اساس ان هو يعني تحس ان هو عامل زي بالظبط وانا اعرف الخطبه واعرف من زي الخطبه بالظبط، وانا اعرف منين ان صاحب الصوره ده ما عندوش عته مغولي ولا مثلا اوال دغ، ما انا الصوره مش هتكلم يعني. فالمهم قلت كل اللي بيدخل يسيب صورته انا هعمل مجنون بقى، انا هعمل ان انا كنت رايح انتحر، وانا بنتحر كلموني ان في مقابله، فداخل محبط جدا. فدخلت قال لي اسمك ايه؟ قلت له كذا، عملت كذا، ما عملتش اي حاجه. قال لي طب سيب لي صورتك، طلعت له الصوره اديتها له، قال اكتب لي بياناتك، كتبت بياناتي، ماسك الصوره مقطعها.
قال لي ايه يا ابني ده الراجل اتخض جدا. قلت له حضرتك تعرف منين ان صاحب الصوره دي ممثل ولا مش ممثل؟ قال نعم. قلت له حضرتك تعرف منين ان صاحب الصوره دي موهوب ولا مش موهوب؟ حضرتك انا ممثل. رحت فاتح باب المكتب قلت له بصوا كل اللي قاعدين بصوا ده عامل شعره ازاي. حضرتك انا حضرتك مش لابس فيلا بحمالات. انا حضرتك انا بحب التمثيل. المهم راح قعدني يقول لي بس اقعد وراح طالب لي ليمون وبتاع. قال له اقعد لاخر المقابله هقعد معاك. فقعدت فكل واحد يدخل قال له بص حضرتك ده شعره عامل. يقول لي يا ابني اسكت بقى. تدخل واحده يعني حضرتك لازم ادخل بجيبه عشان يقول لي يا ابني اسكت بقى بروح اقعد بقى ساكت يعني. المهم خلصت المقابلات خالص. قال لي يا محمد انت بتفكرني بنفسي انا بمثل اصلا يعني انا مش انا كده. قال لي انا اديتك دور 8 حلقات ده كان اول دور اعمله في حياتي بس يعني كان مخرج مش مبسوط انا اشتغلت معاه ان هو كان لاسع جدا الله يرحمه. الله يرحمه. عشان هو لو سمع ما كنتش هقول كده. طب بس هو مات واولاده ما يعرفوش. طب بدون ذكر اسماء يعني بدون ذكر اسماء اسمه ايه بقى؟ عشان نقرا الفاتحه كلنا. المهم فجالي قال لي انت هتعمل دور مهم جدا في المسلسل وبدا يحبني جدا ان انا بفكره بنفسه يعني الدخله اللي انا دخلتها دي بيقول لي انت شبهي وانا صغير وبتاع. فقال لي يا محمد انت شايل مسؤوليه كبيره جدا ان ده اول مسلسل اطفال اكشن في مصر. قال لي فده صفق كبير جدا في اول يوم تصوير انا ما عنديش تصوير بس رايح عشان اشوف ايه اول تصوير مسلسل اكشن في مصر ده يبقى عامل ازاي واكيد هل هيبقى في طياره هليكوبتر جوه الاستوديو يعني والعيال هتعمل ايه هتطير. دخل المخرج ده لابس بورنيطه اللي هي بتتباع في جنينه الحيوانات دي اللي هي بتتعمل بالبتاع بتاع السمك اللي هو نفس البتاع لابس البورنيطه بالاستيك ولابس شورت برموده ودخل انت هتنط بدماغك في القفص وانت تتزحلق في قشره الموز. قشره الموز دي من ايام انور وجدي يعني. وانت يا جماعه ستوب ده اول مسلسل اكشن اطفال في مصر نستخدم فيه الفيوز. قلت له الفيوز؟ قال لي الفيوز ده اللي هو الرصاصه لما بتضرب بيطلع دم. فالمشهد كان تراجيدي وقاعد انا هعيط ورا الكاميرا. الراجل اتضرب بالنار وبيقول الوصيه وبيموت. فالراجل اتضرب بالنار قال الوصيه ومات. اقسم بالله بعد ما مات بدقيقه راحت الرصاصه ضربه. بعد ما مات يعني هو روحه طلعت راحت الدم طالع. اطفال بقى مش هياخدوا بالهم. انا قلت اكيد المشهد هيتعاد. المشهد ما اتعادش ما خالص. فانا قلت بس انا اول مره اشوف تصوير مسلسل فاكيد المسلسل ده زي المرايه لو بتشوف الحاجه بالعكس فاكيد انا هشوفها في بيتنا ان هو الطلقه اتضربت قبل ما يقول. المهم يعني لقيته المخرج قاعد قدام المونيتور بيقشر برتقان وبتاع فقعدت جنبه قلت له يا استاذ انا عارف ان انا حمار وما بفهمش بس انا لاحظت الراجل بعد ما مات الرصاصه ضربت. قال لي انت حمار؟ قلت له انا حضرتك بس انا اول مره افهم. قال لي لا يا حبيبي احنا عايزين نقول ان صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده.